السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. الفيديو اللي قدامكم ده لسيدة أفريقية، طريقة عمل الطوب الأفريقي من الطين. طبعا الآلة اللي قدامكم دي آلة بدائية جدا، بيجيبوا الطين وبيعملوه بطريقة معينة، بعد كده بيحطوه في الآلة دي ويعملوا القوالب اللي انتوا شايفينها. عندهم في أفريقيا ما بيطبخوش على بوتاجازات ولا الحاجات دي، بيطبخوا في حاجات واسعة. السوق الأفريقي ضخم جدا وكبير ومليان خيرات. طبعا عندهم عادات هناك، بيلبسوا الحاجات دي وبيصنعوا الحاجات اللي هم بترمز للسحر والشعوذة. بيؤمنوا قوي بالحاجات اللي السحر السفلي والعملات. عندهم ناس متخصصين في كده. ده الفرن اللي بيعملوا فيه الفخار اللي بيستخدموه في حياتهم اليومية. بيطبخوا فيه، بيعملوا فيه قوالب في الفرن، بيعملوا فيه كل حاجة. طبعا ده العادات بتاعتهم. اللبس اللي كان بيصنعوه من شوية. أفريقيا دولة عريقة وفيها حاجات كتيرة جدا، وعندها عادات وتقاليد، ورقصهم مختلف وكل حاجة عندهم مختلفة. في ناس مخصصة في الحرف، بتعمل حرف كتير، وناس أجنبية بتيجي من آخر العالم عشان تتفرج على الرقص بتاعهم. طبعا بيصنعوا كل حاجة زي الايس كريم، بيعملوه بالطريقة دي. كل حاجة بيصنعوها. ما تنسوش تشتركوا في قناتي. طبعا ما نسيناش اللي الشارع الافريقي بيعمل وجبات واكلات في الفخار وبيبيعها في الشوارع. طبعا الاكله دي مش معروفه، بس هي كريمه ورز زي الرز بلبن عندنا كده. اكلاتهم وحاجاتهم برضو لهم عادات وتقاليد مختلفه عن البلاد كلها. ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في قناتي.